السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو الاشتراك بالقناة ودعمنا لتقديم المزيد. في استوديو تحليلي جزائري صباح هذا اليوم تعليقا على مباراة المغرب والنيجر في الملعب الجديد مولاي عبد الله بالرباط. سخر المحللون الجزائريون من التحكيم الإفريقي بمباراة الأمس، وقالوا لولا البطاقة الحمراء المقدمة من طرف الحكم للاعب النيجر لما فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجر. وقالوا المحللون على أنها بطاقة وهمية، على أنها بطاقة خيالية، بمعنى أن الحكم إنه مرتشي حقيقي من طرف الأقجاع أو الجامعة المغربية. وقالوا بالدارجة العامية على أن الحكم شاد الفلوس، بمعنى أن الحكم أبان في خلال المباراة على أنه ينتمي إلى طرف المنتخب المغربي ويدعم المنتخب المغربي في جميع هجماته وفي جميع تحركاته للفوز بالمباراة في الأمس. وأضافوا أيضا على أن ملعب مولاي عبد الله هو ملعب عادي جدا، بل يوجد 5 ملاعب في الجزائر أفضل من ملعب عبد الله بكثير. وأضاف المحللون الجزائريون على أن الجزائر ذو بنية تحتية قوية في إفريقيا، وعلى أنها الأول في إفريقيا. المرجو دعم القناة باشتراك وإعجاب لتقديم المزيد من الأخبار والتحليلات والملخصات. شكرا جزيلا على المشاهدة. سخر المحللون الجزائريون من التحكيم الإفريقي بمباراة الأمس، وقالوا لولا البطاقة الحمراء المقدمة من طرف الحكم للاعب النيجر لما فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجر. في استوديو تحليلي جزائري صباح هذا اليوم تعليقا على مباراة المغرب والنيجر في الملعب الجديد مولاي عبد الله بالرباط.